صفحات من أرشيف القناة الإنسان والآلة. هنشوف ضخامة الآلات اللي كان بيستخدمها الجانب الفرنسي، سواء رافعات أو كراكات أو حفارات أو قاطرات للنقل. وهنشوف الآلات اللي بيستخدمها الجانب المصري من معاول وزنابيل أو شيء ينقل فيه الرمل. فكان كل الشغل الصعب للمصريين، والشغل المراقبة والمتابعة والإدارة للجانب الفرنسي. احنا هنشوف في الألبوم ده بس الفرق بين الآلات اللي هم كانوا بيستخدموها والجزء اللي يعد يدوي اللي احنا كنا المصريين بيقوموا بيه. احنا كنا فاكرين ان الجزء المصري بس هو اللي في الحفر القناة، لكن اكتشفنا ان في جزء خاص بالكراكات لغاية دلوقتي موجود في الهيئة، بيقوم بالتوسعة وبيقوم بصيانة مجرى القناة. في كراكات، في حفارات، في المراكب اللي بتشتغل، الصنادل اللي بتشتغل الرمل اللي بيخرج من قاع القناة. أرجو إن الجزء ده ينال إعجابكم. فاضل جزء صغير ويبقى كده خلصنا مجموعة الصور النادرة والحصرية اللي أنا جبتها لكم من كل المكتبات العالمية اللي كان مكتوب فيها قناة السويس قبل الافتتاح. خلص الكلام، سلام.